عيش الحياة بأسماء الله. واسم الله النهاردة معانا هو اسم السلام. اسم السلام ذكر في القرآن بصيغة ان هو من اسماء الله الحسنى مرة واحدة. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام الى اخر الآية. ولكن اسم السلام ذكر في 140 موضع اخر في القرآن، منهم 112 موضع بصيغة الاسم و28 موضع بصيغة الفعل. وسيدنا النبي قال لنا ايه؟ يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والمعنى اللغوي للاسم هي البراءة والإخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. والسلام يكافئ صاحب كل قلب نقي سليم بانسياقه إلى الله. في هذه الحالة يجازى بالنعيم في الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي احنا محتاجين اسم السلام يكون في كتالوج حياتنا، يكون منهج لينا نمشي عليه علشان الدنيا تبقى احلى لينا وللي حوالينا. لان بالتالي لما انت هيبقى عندك سلام داخلي اكيد ده هيظهر في افعالك مع الناس. ما هو اللي بيسلم من جوه قلبه قبل ما بيسلم خارجيا بنطق اللسان ويقول اصل انا مسلم. خليك مسلم على حق، خليك مسلم من جواك مسلم امرك لله. والمسلم من سلم الناس من لسانه ومن يده. واحنا امرنا ان احنا ما ندخلش بيوت غير بيوتنا غير لما نلقي الاول السلام ونستأذن بالسلام. وتحية الاسلام هي السلام. لما بتقول لحد سلام عليكم معناها ايه؟ اني بديك السلام، ما تخافش يا اخي مني لاني خلاص اديتك عهد السلام. خلي عهدكم في الحياة السلام. امشوا في حياتكم وانتوا عندكم سلام داخلي. افهموا ان رزقكم بتاع الله، وان مفيش اي قدر من مقدرات الله هيمنعها اي حد، فلازم تبقى مسلم امرك كله لله. فبالتالي هتلاقي عندك رضا نفسي، والرضا النفسي هيعمل سلام نفسي. ولما يبقى عندك سلام نفسي لا تكتل من فلان، ولا تروح تعمل اسفين في فلان، ولا تبص لرزق فلان. هيبقى عندك خط واحد نقي بينك وبين اللي خلقك ماشي عليه، وكل هدفك السلام اللي خلقك. ربنا يجعلني ويجعلكم من الناس اللي عندهم سلام داخلي ويعيشوا الحياة دايما في سلام. علشان كده احنا محتاجين اسماء الله تكون لينا منهج في الحياة. عيشوا الحياة باسماء الله. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.